السلام عليكم يا جماعة، ازيكم؟ كويسين؟ وصفة الليلة عايزة اعمل فراخ مشوي. وهنا عندي المكونات بتاعتي. عندي شمار اخضر، وعندي قرفة، وعندي الكمبة، وعندي البهار بتاع المرقة، وعندي كزبرة، وعندي الثوم، عندي فلفل اسود، وعندي جنزبيل، وعندي الملح. عندي ليمونتين كبار عصراهم، وعندي نص كوباية بتاعت زبادي. بضرب الخليط كويس بالمضرب اليدوي عشان الخليط يتجانس. عندي الفرخة بتاعتي غسلتها كويس ونقعتها في موية بخل ومعلقة بتاع الدقيق. خليتها قاعدة زي ربع ساعة كده. بعد ذاك غسلتها كويس، وبعد ذاك نظفت منها الكبد والقوانص. ده خلاص بعد ما غسلتها. تحاولي تشوفي لو فيها اي صوف تقومي تطلعيه. احيانا الفرخة بتجي بصوفها، يعني ما كتير بيكون، لكن تحاولي توصلي الخليط لكل انحاء الفرخة، وتحاولي بقدر الامكان تدخليها بين الجلد عشان تتبل كويس. تعملي لها مساج ظريف كده. برضو عندي حركة، بجيب السكين بقوم بغزغزها كده في الفرخة عشان درجة الحرارة بتاعت النار تخش جوا، عشان الخليط برضو يتشرب. فبقوم بدخلها التلاجة تقعد من ساعة لساعتين، وكل ما تقعد وقت أطول بتتبل كويس. تمام. هنا قلت خلاص أعمل سلطة باذنجان كإضافة صحن. بقطع الباذنجان شرايح. طبعا جيت أقطعه، لقيت معظمه بايظ، فما أعرف المشكلة من شنو. طبعا من الأكلات اللي أنا بحبها شديد. بعدين الباذنجان بيتهضم سريع وما عنده، بس في ناس بتعاني، يعني انه بيقولوا انه بيعمل لهم حرقان وكده، لكن انا ما عندي مشكلة معاه، فهو خفيف انا بحس بيه.
طبعا بتجيبي طاسة بتكبي فيها زيت، بتخلي الزيت يسخن خالص، عشان الزيت لو ما سخن شديد بعدين بتشرب ليك الزيت، الباذنجان بتشرب الزيت، فأحسن تخلي الزيت يسخن شديد بعدين تيجي نازلة بيه عشان ما يتشرب لك. تحمريه، تتأكدي انه يستوى كويس، عشان تاني ما في نار، بس كده خلاص. حمر اللون البني ده. فدي المكونات حقت اللي هستخدمها في السلطة دي. عندي بهار المرقة، وعندي فلفل اسود، وعندي شمار، وعندي كزبرة، وعندي توم، وعندي شوية كمبة. طبعا يا جماعة الكمبة انا بحب الكمبة شديد لانه طعمها حلو. وليمون، طبعا الليمون ضروري عشان هي اصلا سلطة محدقة. لو ما عندك ليمون ممكن تستعمل الخل بدل الليمون، لو ما عندك خل ممكن تعملي ملح ليمون بس المتوفر. بضرب المكونات كويس مع بعض، وبنزل بالباذنجان حقي، بقلبه كده في الخليط، اتأكد انه الخليط كله والباذنجان يتجانس مع بعض. وصفة سهلة خالص، ما مكلفة، وسريعة جدا، ما بتاخد وقت. ده الشكل النهائي للسلطة. اللي بتحب الخضار ممكن تخدي فلفلية، ممكن تخدي طماطم، ممكن تخدي خيار برضو اللي حسيتي بقى محدقة شديد، على حسب الرغبة طبعا. قلت اخد لي شوية راحة، اعمل لي كوباية بتاعت قهوة، على بال ما الفرخة حقتي تتبل. بالنسبة للشواية يا جماعة، انا بشوي في البوتاجاز، ما عندي وقت اقوم اشوي في الفحام وكده. فبيتي طبعا ضيق، فما عندي مكان اشوي فيه. فكرت اشوي بالطريقة دي، لقيت الطريقة حلوة شديد، وما يعني ما متعبة بالنسبة للناس اللي بيوتهم ضيقة كده. الطريقة دي حلوة شديد. خدت الشواية في البوتاجاز وهنا تشوي لك حالة. تديك احساس انه شاوياها بالفحم يعني. والشي كويس برضو في الحركة دي الدخان ما بكون كتير زي ما انت بتشوي في الفحم مثلا. كده اخدت الصدمة، كل دقيقتين 3 تقلبيها. بعد ما تاخد الصدمة الاولى بعدك تقومي توطي النار. خلاص على وشك انه يستوي.
شايفين بتاخد وقت ما متعبة. بعدين الفحم كل دقيقتين 3 تلقي الفحم مات، موية اللحمة نزلت على الفحم والنار ماتت، وبرنامج يعني. لكن بالنسبة للناس اللي ما عندهم وقت وكده ممكن الحركة دي حلوة، حركة انه تحط الشواية في البوتاجاز دي حلوة خالص. هنا خلاص ده الشكل النهائي، السلطة بتاعتي والفرخة. اتمنى تجربوا الوصفة دي يا جماعة وتدينوا رايكم، واهم شي اللايك يا جماعة. اللايك بيرفع لي الفيديو. شكرا على حسن المتابعة.